السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في فيديو جديد وحكمة وبيزنس. زي ما اتعودنا مع بعض بنعرف مع بعض في كل فيديو حكمة بتنفعنا سواء في الحياة أو في البيزنس. فيلا نبدأ في الحلقة بتاعت النهاردة. والنهاردة معانا مقولة هي بترجع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بتقول: من أصاب من شيء فليلزمه. من أصاب من شيء فليلزمه. يعني إيه من أصاب من شيء فليلزمه؟ من أصاب من شيء يعني لو حسيت إن أنت استفدت أو حصلت أو كسبت من حاجة معينة، إلزم، يعني استمر في الحاجة دي. طيب بمعنى تاني أو في مقولة تانية لسيدنا عمر بن الخطاب في نفس المعنى: من بورك له في شيء فليلزمه. يعني لما بتحس ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمك او بارك لك في حتة معينة او رزقك من مكان معين، استمر في المكان ده او استمر في الحاجة اللي انت بتعملها دي وربنا كرمك منها او رزقك فيها. الموضوع زي ايه؟ الموضوع زي مثلا مدرس انت بتفهم منه، مثلا لو انت في دراسة معينة او في التعليم، ومدرس معين بتفهم منه بشكل كويس وبتجيب منه درجات، بتجيب معاه درجات كويسة وبتحل معاه بشكل كويس جدا، يبقى المدرس ده كويس، خليك معاه واستمر. كتاب مثلا قريته او كاتب معين لما بتقرأ من الكتب بتاعته بحيث ان انت بتستفيد وبتحصل فايدة كبيرة جدا وبتتعلم، يبقى انت الكتاب ده او الكاتب ده ابدأ ان انت تابع معاه واستفيد من الحاجة اللي انت بتتعلمها معاه، لان ده بنص الحديث: من بورك له او من اصاب من شيء، يعني انت بتستفيد من الحاجة دي فليلزمه. او المثال برضو ده بيكون زي مثلا شركة او شخص بتتوفق معاه في مثلا شركة معينة، مكان معين بتشتغل فيه او نشاط معين، كل ما بتشتغل معاه النشاط ده او بتشتغل في النشاط ده او في المجال ده، بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيكرمك وبيوفقك وبيرزقك يعني بفلوس كويسة وبرزق كويس. ربنا يكرمك، كمل معاه. ممكن يكون الموضوع زي مثلا محل فتحته، بتشتغل مثلا في المحل ده، المحل ده اشتغلت فيه وربنا وفقك، او محل تاني رحت اشتغلت فيه، او مكان تاني مثلا فتحت نشاط تاني وما وفقكش، لا انت اشتغل في الحاجه اللي ربنا وفقك فيها. زي مثلا السفر، بيجي حد بيجي يروح مثلا يشتغل في بلد من دول الخليج، ويلاقي ان هو مثلا ربنا وفقه في المكان الفلاني فخلاص استمر. في واحد تاني لا، بيبقى متوفق في بلده الاصلي، انا متوفق في البلد مثلا الفلانيه في بلدي مثلا، فخلاص يبقى خليك في البلد اللي انت ربنا موفقك فيها. يعني حتى في الوقت، انت مثلا بتشتغل في وقت معين او بتذاكر في وقت معين، بتلاقي ربنا بيكرمك وبيوفقك. زي مثلا حد بيذاكر وقت مثلا من بعد الفجر، بيلاقي ان هو بيتوفق وبيحصل على تركيز كويس وبيعرف يجيب درجات كويسه ونتائج كويسه، يبقى ده من بورك له في شيء، فانت كده ربنا بارك لك في الوقت ده. فابدا كده ان انت استمر في الموضوع ده وكمل بالوضع ده وكمل بالطريقه دي. حتى في الرياضه، يعني ساعات بيبقى في مثلا حتى لاعب كوره بيلعب او كده، بيبقى في مع لاعب تاني او مع مدرب معين بيتوفق معاه وبيجيب نتائج كويسه جدا وبيحقق معاه. على سبيل المثال مثلا محمد صلاح لما كان بيلعب في نادي زي تشيلسي مثلا، ما كانش متوفق قوي. لما لعب في نادي مثلا زي ليفربول، لا ربنا وفقه وكرمه هناك وربنا يعني كتب له النجاح في المكان ده مع المدرب ده، خلاص يبقى هو كده من بورك له في شيء، ربنا وفقه في المكان ده فليلزمه، يعني يستمر في المكان ده. ومش حاجة كويسة قوي ان هو يغير يروح لمكان تاني، لان هو ممكن يكون ربنا كاتب له رزق وكاتب له نجاح وكاتب له التوفيق في المكان ده. الموضوع ده برضو بيشبه ان حتى في العلاج مثلا في دكتور معين لما بتروح له بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيوفقك وبيكتب لك العلاج على ايده، او دواء معين لما بتاخده سبحان الله بتخف. فده برضو بنص الحديث: من بورك له في شيء فليلزمه. يعني ربنا كتب لك كده، ممكن يكون كتب لك العلاج او الشفاء مع الدكتور ده، فاستمر مع الدكتور ده. عشان كده حتى نلاقي ساعات الامهات بتبقى في مثلا دكتور معين لما يكون عندها اطفال مثلا بتستريح عند الدكتور ده، تقول لك سبحان الله بروح للدكتور الفلاني الولاد بيبقوا كويسين وزي الفل، انما بنيجي نروح لدكتور تاني مثلا لا ما بيبقوش كويسين بيتعبوا. فسبحان الله بيبقى هو دي برضو بنص الحديث: من اصاب من شيء فليلزمه. والكلام ده بيبقى حتى ساعات ممكن نشوف المثال ده في المنتجات. واحد بيشتري مثلا عربيه ماركه معينه، فلما بيشتري الماركه المعينه دي بتبقى ماشيه معاه بشكل كويس ومستقره معاه وكده، بحيث يعني في حين ان هو لما يجي يشتغل مع او يشتري عربيه تانية ماركه تانية، لا بيلاقي ان هي العربيه التانية دي مش مريحه بالنسبه له، او مش يعني مش جايبه النتائج اللي هو كويسه منها او كده. فلا يبقى دي كده مش هي دي اللي ربنا كاتبها له، وربنا كاتب له الحاجه الاولى.
الموضوع ده كمان بيبقى كمان موجود حتى ممكن في الطاعة. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى كاتب لحد مثلا ان هو متوفق في مثلا في طاعة زي الصلاة، واحد تاني ربنا موفقه في الصوم، واحد تالت ربنا موفقه في الذكر او قراءة القرآن، واحد رابع في صلة الرحم، وهكذا. فربنا سبحانه وتعالى بيبقى، او واحد رابع مثلا في الصدقة ربنا مثلا بيوفقه ان هو يقدر يبقى بيتصدق وكده، وبحيث ان هو مرتاح في الموضوع ده. فحتى في الطاعة ربنا سبحانه وتعالى بيوفق حد معين لطاعة معينة، يعني برأي مجموعة من العلماء ان غالبا ربنا ما بيفتحش كل ابواب الرزق وكل ابواب الطاعه وكل ابواب التوفيق لكل الناس في كل المجالات، لا ربنا بيكتب لك مجال او اتنين هو ده اللي ربنا كتب لك فيهم التوفيق او الرزق وهكذا. فهو الباب ده ممكن يكون بمجرد ما انت لقيته استمر فيه والزمه وربنا يكرمك فيه. مش معنى كده ان احنا ما نحاولش نطور الامور، لا، بس لما يبقى احنا معانا حاجه وماشيه معانا بشكل كويس نستمر في الحاجه دي، ما نخسرهاش علشان نروح لحاجه تانية ممكن تكون بتكسب مع حد تاني. ما هو يمكن الحد التاني ده ربنا موفقه في الحته دي ما يوفقكش انت فيها. الموضوع برضو بيكون شويه شبه الاستخاره. لما انت بتعمل استخاره في موضوع معين وتمشي فيه وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى موفقك في الموضوع ده، ده بيكون دليل او احتمال اكبر ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيقول لك امشي في الاتجاه ده، هو ده الاتجاه اللي انا كاتبه لك ان انت تمشي فيه واكرمك منه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني كانها اشاره او علامه ربنا بيقول لك استمر. وهنا في الاخر هقول على جمله يعني مفيده قوي بالنسبه لحته برضو ان الواحد يكون مستقر في حاجه معينه. الاستقرار ده مهم جدا. والجمله الجميله اللي هي او بالبلدي كده بيقول لك بلاش تتنطط، يعني تتحرك من مجال للتاني او من نشاط للتاني بشكل يعني مستمر، ان التنطيط ده مش حلو. عشان كده بيجي مثلا يقول لك ايه، من ثبت نبت. تخيل لو انت حطيت بذره في الارض كده وما ثبتهاش وما دفنتهاش وثبتها بشكل كويس مش هتنبت. فعشان كده من ثبت نبت والملتفت لا يصل. لما تلاقي حد عمال يتلفت يمين وشمال ويتنطط يمين وشمال ما بيوصلش للوجهه بتاعته، غير لما يكون حد مركز في حاجه ومشي فيها بشكل كويس وبدا يحقق فيها نجاحات، بتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه في الموضوع ده بيحقق نتائج كبيره جدا. فانا هختم الفيديو بتاع النهارده بان انا هعيد الجمله مره ثانيه لحديث النبي عليه السلام: من اصاب من شيء فليلزمه، او من بورك له في شيء فليلزمه، ومن ثبت نبت والملتفت لا يصل. بشكركم شكرا جزيلا، واذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشيروه مع اصحابكم المهتمين بحاجه زي كده، وتشتركوا في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.